حل الممثلان التركيان ميرت تشينك وموراد ديرانجي في اليومين الماضيين بأرض المغرب من أجل الاستعداد للمشاركة في الفيلم السينمائي المغربي الجديد البوز، الذي تصور مشاهدة في الفترة الحالية بمدينة أكادير والنواحي. ويشارك نجم الدراما التركية الشهيران في المغرب بلقب مراد وكمال أبطال المسلسل الشهير سامحيني لأول مرة في عمل سينمائي مغربي. ومن المرتقب أن يطل كضيفي شرف إلى جانب أبطال العمل قبل أن يعود إلى تركيا لاستكمال تصوير بعض المشاهد. ويعرف الشريط السينمائي الطويل الذي تشرف عليه إخراج دمنة بونعيلات مشاركة الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام بطمة في أول تجربة في مسارهما الفني بعالم التمثيل. تجسد الشقيقتان دور البطولة إلى جانب كل من عبد الله فركوس وفضيلة بن موسى وبشرى أهريش وعصام وشمة وقمر السعداوي الشهيرة بحماقة ومراد العشابي ورفيق بوكر وآخرين. وتتمحور قصة هذا العمل حول دور شابة ابنة حي شعبي تصبح نجمة مشهورة بفضل صوتها الجميل وموهبتها في الغناء، متخطية كل الأزمات والمشاكل التي عاشتها لتعيش قصة حب في قالب اجتماعي يحمل بين طياته رسائل إنسانية.